حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا جماعه. عايزه اقول لكم النهارده اليوم يا جماعه. بصوا انا من الصبح وانا بصوا محتاسه كده، عماله اروح السوق وعماله. رحت عملت الورق بتاع روان، اللي هو الدوسيه اهو. واخيرا ناقص بس هقدمه. بصوا انا صورتها وحضرت لها طابع البريد واللي هي الاوراق بتاعتها كلها. ظبطت الدنيا كلها وجيت النهارده عشان اقدمه. ما اقولكوش بقى، لقيت الدنيا زحمه موت، قلت خليها كده كام يوم تكون ايه الدنيا هديت، يعني لسه هو معايا لحد يوم الخميس ان شاء الله. يلا يا حبايبي صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد، وحطوا لايك للفيديو ده وكملوه معايا للاخر. يا سلام يا جماعه، بصوا بكلمكم وانا ورايا الزباله. يا سلام اتصور انا وهي بقى الصوره كده سيلفي تبقى شكلها حلو، ايه رايكم؟ المهم يا حبايبي عايزه اقول لكم بصوا بقى النهارده جبت ايه. جبت كده شويه حاجات مش كتيره. جبت نعناع، بقالي فتره عايزه نعناع وبصوا ما كنتش بلاقيه، وفي الاخر طلع مقلب. هتقولي لي طلع مقلب ازاي؟ هقول لكم طلع ريحته مش اللي هو البلدي اللي هو كده تشمي ريحته من على بعد. المهم ان انا قلت ايه بحبه على الشاي يعني. فجبت 3 حزم ب5 جنيه. وجبت ايه تاني؟ بصوا بقى يا جماعه انا جبت ايه. جبت كرومب. الواحده انا كنت جايباه من اخر مره، كنت جايبه الاتنين ب50 جنيه. النهارده عشان انا نزلت بدري بعمل الورق بتاع روان وبجهزه. المهم لقيت الواحده ب15 جنيه. انتهزتها فرصه. بصوا انا عندي شويه ورق كده صغيرين في التلاجة. فالمهم جبت الكرومبه ديت. بصوا هي ما عملتش بصراحه ورق كتير، يعني ده بقى العروق بتاعتها، يعني ده مش الورق، لا دي العروق بتاعتها. المهم ما عملتش ورق كتير، فعندي كده شويه صغيرين في التلاجة، قلت احط دول على دول. ومش عارفه اذا كنت هجيب واحده تاني ولا اعمل بتنجان، لسه مش عارفه، لسه بفكر. المهم ان انا هحطها في التلاجة ولحد ما اشوف انا هعمل ايه. طيب هتقولي لي جبت ايه تاني؟ استنوا كده يا جماعه عشان انا ايه عايزه اقول لكم والله العظيم رجليا وجعتني قوي. يا لهوي رجليا وجعتني قوي من الصبح، انا رايحه جايه. رحت بقى جبت شويه حاجات وعايزه اقول لكم بصوا يعني هو انا كبرت ولا ايه؟ المهم هتقولي لي جبتي ايه؟ هقول لكم بصوا انا جبت الخضره. جبت ال6 حزم، الواحده بجنيه، مش عارفه اهي. غسلتها عشان كانت قربت تدبل، فاهي. جبت ال6 حزم ب6 جنيه. ماشي. بحب المحشي، بحب اعمل خضره كتير خلاص. طيب وجبت ايه تاني؟ جبت قوطه اهي. بصوا القوطه يا جماعه رخصت قوي، لو عايزين تخزنوا القوطه رخصت، الكيلو وربع ب10. طبعا انا مخزنه معاكم في الفريزر وخلاص، يعني انا كده حطيت الرف اللي هو الفوقاني مليته، فطبعا مش هخزن تاني. انا جايبه دي بس عشان خاطر ايه؟ بصوا جايبه دي عشان خاطر المحشي، جايبه دي ايه عشان خاطر المحشي. جبت 2 كيلو ونص ب20. وجبت طبعا ليمون، عايزه اقول لكم الليمون غلي قوي، الكيلو ب40 جنيه، جبت نص كيلو. طبعا انا عايزه اقول لكم ان التلاجة ما بمنعهاش من الليمون، انا دايما الليمون ده عندي، بس معرفش ايه اللي خليه يتجنن كده ويغلى. وجبت فلفل حراق، بحب اخليه بردك في التلاجة احطه مع المحشي اعمل منه اي حاجه. جبت ايه تاني؟ بس وجبت عيش، ما كانش طبعا عندي عيش خالص من امبارح يا جماعه، وانا ما عنديش عيش معرفش ليه. بس كده. وجبت سكر وجبت مكرونه. جبت روان، عايزه اقول لكم مدمنه مكرونه، بتعشق حاجه كده اسمها مكرونه. روان روحها يا جماعه في المكرونه. بصوا جبت مكرونه، جبت كيسين بس لان انا عندي اسباجيتي وعندي قلم. جبت بتاع دوت اسمه ايه، عدس بجبه، عشان عايزه اعمل كشري بس مش النهارده يعني. بس وجبت بتاع ديت دي اسمها 11 بهارات. عايزه اقول لكم جربتها كذا مره، طلعت زي العسل في الاكل، احسن من البهارات يا جماعه. يا ايدي احسن من البهارات اللي هي العاديه. يا سلام يا جماعه، بصوا لا ما اقولكوش جنب الزباله يعني. لا احنا لازم نتصور كده لازم نتصور صوره حلوه، شكلي حلو قوي صدقوا. اه شكلي حلو صدقوا. طب يلا نتصور كده صوره، او ولا نعمل كده
المهم يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم على قد ما هو كان يوم متعب، بس احلى حاجه ان انا صحيت بدري. انا اصلا يعني عايزه اقول لكم ما بحبش اصحى بدري، بس لما بصحى بدري بقى مجبوره على مشوار او على اي مصلحه، بحس كده ان انا ايه، ببقى نشيطه، ببقى عايزه اجي اهدي الدنيا. المهم يا حبايب قلبي، كملوا بقى معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله هيعجبكم. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين السلم، عايزه اقول لكم كان عامل زي مقلب الزباله، والله العظيم بجد كان وسخ قوي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت مكسله عليه والله العظيم. بصوا اقول لكم على حاجه، انا بعمل كل حاجه في البيت عادي، اجي ناحيه يا جماعه السلم ببقى مكسله عليه، اقعد اجلها مش عارفه ليه، مع انه سهل قوي. عايزه اقول لكم اصلا ده ما بياخدش في ايدي 5 دقايق. فاخر بقى ما زهقت قلت لا والله لا هقوم دلوقتي، رحت بقى مشمره كمامي ورحت ايه، قلت لما اقوم دلوقتي اعمله عشان خاطر لو انا قعدت جسمي هيريح. ما انا قايله لكم بقى ان انا ايه، بصوا راحه جايه من الصبح لما خلاص. فهنا بقى بحاول ان انا يعني اعمل بالراحه، قال يعني ايه مش هوسخ نفسي. عايزه اقول لكم الجلابيه اللي انا لابساها دي يا جماعه عشان سودا والطرحه غامقه، بعد ما خلصت شكلي كان عامل زي اللي طالع من بق الكلب. حتى شريف يقول لي ايه ده انت شكلك عامله كده ليه؟ قلت له هعمل ايه، التراب العفاري يعني. عايزه اقول لكم لا 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 ده صعب قوي يا جماعه. المفروض ان انا اصلا لو مش غبيه كنت اعمل ايه، كنت البس ماسك، بس انا ما افتكرتش غير بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم ان هو اصلا ما كانش عايز يتكنس، ده هو المفروض كنت انا لو عندي خرطوم كبير، طب والله العظيم انا لو عندي كنت عملت كده. لو عندي خرطوم كبير كنت عملته في الحنفيه اللي هي جنب قاعده الحمام. انا عندي الحنفيه يا جماعه اللي هي الصغيره دي اللي هي بيتحط فيها الخرطوم، وكنت قعدت بقى ارش على الحيطان وعلى السلم وعلى البسطه، وكنت خليت الدنيا زي الفل. بس للاسف انا ما عنديش غير خرطوم صغير، وده طبعا ما يكفيش. فاستحملت بقى وقلت مش مشكله. بصراحه البت روان بنت الله يسترها بحق جاه النبي يا رب وينجحها، ويبعد يا بنت عنك ولاد الحرام ويستر ولادكم. كانت عايزه هي اللي تطلع تعمله، بس انا ايه يعني زي ما تقولوا ما بحبش ان انا في حاجات كده يا جماعة معينة ما بحبش روان تعملها يعني. ما اعرفش بقى ايه، يمكن انا عشان مدلعاها شوية. ما بحبش ان انا يعني الحاجة اللي فيها بهدلة بصراحة ما بحبش ان انا اخليها تعملها. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دول شوية غسيل نشراهم، يعني ما بقالهمش كتير. المهم فبيني وبينكم عايزه اعمل الوحده بتاعه التكييف اللي هي في البلكونه دي. بقالي كتير قوي من ساعه يا جماعه ما الصيف خلص ومأجلاها، كل يوم اقول بكره، طب بعده، طب لما تبقى ايدي فاضيه. عايزه اقول لكم ان انا عندي طولة بال تهد جبال. ايه ده، والنبي لايقه على بعضيها تصدقوا. يا سلام يا بنتي يا امان بقيتي تقولي امثال. المهم يا حبايبي عايزه اقول لكم ايه، جالي بقى الحماس فجأة كده، قلت ادام انا اتمليت تراب من السلم والله لا اخش اعمله دلوقتي. الغسيل بقى كان طبعا لسه ما نشفش، يعني كان لسه مبلول. فعشان استنى الغسيل لما ينشف، طبعا ده لحد تاني يوم عقبال ما ينشف ده لو نشف، قلت لا المه وبعد لما اخلص اللي في ايدي ابقى انشره تاني. بس طبعا عايزه اقول لكم عشان انشره تاني لازم طبعا اغسل ايه سور البلكونه والحبال وامسح الارض، لان عايزه اقول لكم وحده التكييف بتبهدل وبتمرمط البلكونه. معرفش ليه بتبقى محمله تراب كده، مع اني عايزه اقول لكم والله يا جماعه انا سترت البلكونه دي ما بلمهاش خالص. عايزه اوريكم بقى، بصوا كميه التراب والعفار اللي طالعه وانا شغاله فيها، يعني عماله اعملها كده. العصافير صعبت عليا، قلت يا ريتني كنت خدتهم دخلتهم جوه، والنبي جميله قوي كده وصغننين وشكلهم حلو قوي. بس انا ايه عايزه اقول لكم ان انا اصلا ما طولتش، يعني انا ايه ما اهتمتش بيه قوي، قلت كده كده هو هيتغطى وخلاص، يعني هو مريح شويه. فقلت ايه يعني حاجه كده على المشي وخلاص. فعايزه اقول لكم ان لا ده هو ده مشكله يا جماعه والله العظيم. هنا بقى ده مش الغسيل اللي انا كنت بلمه يا جماعه، عشان بس محدش يفتكر ان انا ايه لميته مبلول وبطبقه، يعني مش هينفع. عايزه اقول لكم بقى مسكت امبارح الدولاب بتاعي كله نزلته كده في الارض. طبعا انا ولا كنت عملت شتوي ولا صيفي، يعني عندي الدولاب كان كله ب7.5 كده، عارفين ابو 7.5. فبصوا لا انا يا جماعه كسلانه قوي. انا معرفش ده بيجي من ايه، هل ده نقص حاجه عندي، يعني نقص مثلا كالسيوم مش عارفه. المهم ان انا ايه جالي كده الشجاعه فجاه كده، ورحت بقى ايه منزله الظرف كلها في الارض وروقت وظبطت الدنيا كلها، وكان بقى ملايات وكان كل حاجه. بس عايزه اقول لكم شكله راق كده وبقى جميل.
المهم الغسيل ده بقى اللي انا كنت غسلاه ونشراه امبارح بالليل. طبعا لما نشف شيلته وركنته كده على جنب وقلت لحد لما افضله. عايزه اقول لكم ان الغسيل ده اصلا معظمه كده بتاع روان. روان يا جماعه عندي بتحب تغير كتير قوي، عامله زي ابوها. بعد ما كنت ناويه ان انا ما اشغلش الغساله كل يوم، لقيت ان الموضوع صعب يا جماعه، والله العظيم بجد. يعني ازاي ان انا مثلا اريحها يوم؟ لا ما ينفعش، ده انا لازم بشغلها كل يوم مره واتنين وساعات والله تلاتة. فيلا الحمد لله. المهم يا جماعه انا هنا طبعا هي الصاله مش متوسخه قوي، بس انا قلت اديها ترويقه كده، لان انا ما بحبش استنى الحاجه لما تتوسخ قوي عشان اعملها. هتقولي لي طب ما انت كنت سايبه السلم مش نضيفه، اقول لكم لا ده سلم، انا بتكلم على شغل البيت. المهم عايزه اقول لكم مسكت بقى اول امبارح الكنبتين دعكتهم كده بالكلوركس الالوان، وحطيت كده شويه مسحوق، ومسكتهم بقى يا جماعه بالفرشه بتاعه السجاد، خليتهم زي الفل. طبعا الكرسيين انا كنت عاملاهم قبل كده. حطيت بقى الكسوه دي، يعني الكسوه دي يا جماعه اللي محطوطه على الكنب والكرسي، دي بتاعت انتريه اصلا، بس هي مش بتاعته هو، لا بتاعت انتريه تاني اللي هو القديم. بس ده عشان من فوق ليه كسوة خشب فمش مكفياه. المهم اعمل ايه؟ شغلت دماغي، قلت طبعا انا لسه غسلاه، وعشان الفرش بتاعه فيه اصفر فهيتوسخ بسرعة. رحت بقى جبت الكسوة دي، طبعا هي كانت متشالة عندي في الدولاب ما بستخدمهاش. والله عايزة اقول لكم ان انا كنت ناوية اصلا ارميها، بس حاجة قالت لي طب خليها ما يمكن تحتاجيها. فالمهم بعد ما غسلته ونشف لقيت نفسي بجيبها كده من الدولاب، قلت لا طب ما انا احطها، يعني من زي البياضات كده اللي الناس بتحطها على الانتريهات. المهم ان هي نفعتني. عايزه اقول لكم لا بجد والله العظيم، يعني الواحد لما بيشغل دماغه اهي بصوا. طب والله حلوه، يعني عامله زي الحمايه. لما تتوسخ احطها في الغساله اغسلها. المهم انا طبعا ولا قلت هشيل سجاد ولا بتاع، انا قلت بس كده من فوق الوش اكنس بالمكنسه، وان كنت المع ازازه المع مرايه وخلاص على كده. عايزه اقول لكم ان انا امبارح عشان شويت سمك، الريحه بتاعت السمك يا جماعه مش راضيه تطلع من البيت. روان تقول لي اف يا ماما، هي الريحه دي بقى مش عايزه تروح ولا ايه؟ اقول لا اقول لا يا روان، الريحه دي بتقعد لها كده يومين ثلاثه عشان تطلع من عندنا، بتحبنا. اصل يا جماعه السمك اللي هو الماكريل ريحته في البيت بتبقى تقيله شويه. لكن لو انا شويت بولتي، عايزه اقول لكم ان مسافه ساعتين ابص الاقي الريحه اختفت. هنا بقى شلت الموكيتات اللي هي الصغيره اللي على الارض دي. عايزه اقول لكم كان نفسي احطها في الغساله، بس حسيت ان انا لو حطيتها هتتكسر، اللي هو يعني تعمل كده، يعني زي ما تقولوا كشكشه. فدي طبعا مش من اللي بتتحط في الغساله، ده انا اللي بقول لنفسي احطها كده في الغساله منها يعني صغيره. رجعت قلت لا بلاش، بدل ما تتطبق وتبوظ على عايزه اقول لكم ان الموكيت بتاع الاوضه بتاعت النوم ده بقى بيريحني، بحطه في الغساله هو وبتاع المطبخ بصراحه منه خفيف فبيبقى سهل قوي. المهم طبعا ان شاء الله كل اللي انتوا شايفينه ده، يعني كل السجاد ده هبعت للراجل يجي ياخده. بس انا قلت ان شاء الله ان حيانا ربنا يا جماعه في شهر شعبان باذن الله، لان انا نويت موديش سجاد في رمضان تاني، لانه بصراحه الراجل بيبقى عنده ضغط شغل والحاجة بتيجي مش نضيفة. فأنا قلت في شهر شعبان كده في أوله يعني يكون لسه ما بدأش، أقوم أوديهوله ينضفهولي. بس الموكيتات اللي هي الصغيرة بتاعت أوضة النوم والمطبخ وأوضة روان برضك عندها موكيتتين كده خفاف، كل ده يعني بخليه في الغسالة ما بشيلش همه. هما خفاف، وكمان عايزة أقول لكم بحطهم على الحبل ما بحسش بصراحة بيهم. لكن الكبار هي المشكلة في الكبار، يعني أنا عايزة أقول لكم الكبار دول يعني نصيب. أنا عندي السجاد أصلا تقيل ورخم. دي بقى الترابيزة، عايزة أقول لكم الراجل بتاع الإزاز يا جماعة شريف خلاه يلزقها لي جوه الترابيزة عشان مرتين تقع وتتكسر، فراح مغير له الإزازة المرة دي، قال له الزقها لي في الترابيزة عشان ما تقعش تاني. يلا يا حبايبي انتظروني بقى في الفيديو اللي جاي، اشوفكم على خير. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك ودعوة كده حلوة من قلبكم. مع ألف مليون سلامة، سلام عليكم.